مين قالك ان انت علشان تعملي سمنة بلدي لازم تحوليها لزبدة؟ انا هقولك ازاي تعملي السمنة البلدي وتطلع ناجحة معاكي من اول مرة، وكمان هتطلع مرملة زي ما انت شايفاها كده في المعلقة. يعني لو تبصي على المعلقة هتلاقي فيها ترميلة السمنة البلدي، وكمان مش هتحتاجي ان انت تحوليها لزبدة خالص، ولا هتتعبي في عمايلها، وبأقل مجهود وفي اقل وقت هتعملي احسن سمنة بلدي، وهتخزنيها كمان من السنة للسنة. وكمان المرتة اللي انتوا شايفينها ديت طالعه ناعمه كده. يعني في ناس كتير قالت لي قبل كده على على المرتة ان هي بتطلع خشنه معاهم. هقول لكم ايه هو السبب اللي بيطلع المرتة خشنه، وايه السبب اللي بيخلي السمنه غامقه، وحاجات كتير اتسألت عنها في التعليقات. مبدئيا كده الوش اللي انا بطلعه ده وش اللبن المغلي، تمام. هقول لكم ايه الفرق بين وش اللبن المغلي ووش اللبن الرايب، تمام. دي الطريقة اللي انا طلعت بيها القشطة، ودي كمية السمنة او كمية القشطة، عفوا كمية القشطة اللي انا كنت مخزناها ومحوشاها من وش اللبن، تمام. اول حاجة كده بقى هنزل بالقشطة اللي انا لميتها قدامكم دلوقتي في الحلة اللي انا هسيح فيها السمنة. القشطة دي يا جماعة اللي في العلب وفي الاكياس قدامكم دي كلها قشطة لبن رايب. انا كنت بروب اللبن علشان احوله لجبنة قريش، فكانت بتديني كمية القشطة اللي انتوا شايفينها دي. يعني الكيس الواحد معمول من كمية 5 لتر من اللبن. انا كنت بجيب 5 لتر من الحليب واحطه 3 ايام كده رايب. احطه احنا طبعا علشان احنا في الشتاء وكده، فاللبن بياخد وقت على بال ما يروب. كنت بسخن الفرن، بحط اللبن في حلة وبسخن الفرن، ويعني بدفيه كده، بخليه دافي، وبسيب اللبن فيه يومين. وبعد كده في اليوم الثالث ببدأ ان انا لما الاقي اللبن بدأ يروب احطه في التلاجة. يعني لما الاقي اللبن راب بره بحطه اليوم الثالث في التلاجة، فبيعمل معايا بقى وش سميك، طبقة سميكة من القشطة. ورابع يوم ببدأ ان انا اشيل وش اللبن ده، باخد الوش بعينه في الفريزر. وبعد كده بحط اللبن بعمله جبنه قريش. وانا عملت فيديو قبل كده لطريقه عمل الجبنه القريش هنا على القناه، هحط لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. القشطه بتاعتي بحط عليها 4 معالق من الملح، دي 3 كيلو من القشطه يا جماعه. انا عايزه المرته تكون حادقه علشان هحولها لمش. هعمل المش الفلاحي ان شاء الله الفيديو الجاي، وهقول لكم على الطريقه بتاعته، تمام. انا حطيت على المرته 4 معالق من الملح علشان عايزاها تكون حادقه. لو انت مش عايزاها تكون حادقه اكتفي بمعلقتين على كميه 3 كيلو من القشطه. دلوقتي انا رفعتها على البوتاجاز في الاول خالص لحد ما سيحت القشطه. طبعا انا بوطي النار عشان ما تتحرقش من تحت لحد ما القشطه تسيح. بعد كده بعلي في الاول شويه وبستمر في التقليب زي ما انتم شايفين كده، تمام. اول ما ابدا بقى يعني ملاقيها ساحت كده، يعني ايه، اول ما تبدا ان هي تغلي، يعني تبدا في مرحله الغليان، ببدا ان انا اوطي النار، بس مش بوطيها قوي، يعني بتكون متوسطه علشان احنا يعني بتكون لسه في الاول، فببقى محتاجه ان هي ايه تتبخر شويه، تمام. دلوقتي بدات تفور القشطه، بدات تفور دلوقتي زي ما انتم شايفينها. هبدا بقى ان انا اوطي النار، تبقى عامله زي نار الترديد كده، او اللي هي نار الشمعه، تبقى واطيه جدا علشان القشطه ممكن تفور وتبهدل الدنيا، تمام. في المرحله دي بستمر بالتقليب على قد ما اقدر علشان الفوران ده يهبط معايا، وفي نفس الوقت مش عايزاها تتحرق. هو اساسا في السمنه البلدي لازم من كل 5 دقايق كده تقلبي القشطه، علشان السمنه البلدي اول ما بتبدا تدخل بقى في مرحله ان هي تنقص، وزي ما انتم شايفينها كده بتبدا ان هي ايه تلزق في ارضيه الحله، تمام. وزي ما انتم شايفين دلوقتي لما جيت اقلب شفتوا حصل ايه، فوران. وده معناها ان المرته كانت لازقه وكانت هتدخل في الحرق، يعني انا غصبا عني كنت هحرقها اصلا، تمام. فما تسهيش عليها، ولازم من كل وقت للتاني تقلبي، وبالذات في المرحله دي، مرحله لما السمنه تنقص بالشكل ده لازم تقعدي تقلبي فيها كتير جدا، تمام. شايفين بتغلي ازاي يا جماعه اول ما قلبت، تمام. وفي المرحله دي لازم تكوني موطيه النار جدا جدا على قد ما تقدري، تبقى عامله زي نار الشمعه كده. زي ما انتم شايفين كده السمنه خلاص فصلت عن المرته، وانا بلم الوش ده. الرغوه اللي انا بلمها دي يا جماعه مش بنرميها، ممكن نعمل بها بيض مقلي، ممكن تتاكل مع المرته، ده اصلا تعتبر سمنه، بس يعني ايه نحاول على قد ما نقدر نلمها. دلوقتي بقى السمنه كانت ساحت والمرته كانت اتغيرت لون، خلاص دخلت في التحمير ان هي بقت لونها اصفر. هبدا بقى ان انا كميه السمنه الكتير عندي اصفيها.
يعني ما نحطهاش على النار كتير قوي اول ما تبدا تصفر، علشان السمنه ما تقلش معايا، يعني هتفضل تتقدح لحد ما ايه، ما تقل. فاحنا بنشيل السمنه وبعد كده بنحط المرته تكمل تحمير على النار، وبعد كده نفصل بقيه السمنه نضيفها الحله اللي احنا هنبرد السمنه فيها، وناخد المرته بقى ايه نصفيها خالص من السمنه. ده برطمان انا عقمته وغسلته كويس جدا وعقمته بميه سخنه ومسحته ونشفته كويس. ده اللي انا هحط فيه السمنه. تمام. هتقولوا لي السمنه صفت معاكي قد ايه يا جماعه؟ القشطه كانت 3 كيلو والسمنه صفت معايا 1.5 كيلو من السمنه. تمام. والمرته طبعا انتوا ممكن تعملوها، يعني تستخدموها في حاجات كتير، ممكن تاكلوها تتاكل مثلا بعيش، تتحط يعني جنب الاكل، ممكن تدخل في المش. يعني انا عن نفسي بعملها مش، انا جايبه اللي هي البلاط الفخار ده علشان اعمل فيه مش، وان شاء الله هصور لكم الفيديو وهنزله هنا على القناه قريب ان شاء الله، بس يا رب الحق قبل رمضان، علشان يعني ما ينفعش اصلا مش في رمضان وكده زي ما انتم عارفين. فالمش ده اصلا انا هخزنه وهعمله يعني مش قديم، هخليه لحد ما يقدم كده، وان شاء الله اقول لكم على الطريقه الصح الفلاحي الاصليه. دلوقتي انا هحط السمنه في البرطمان. بالنسبه للمرته بقى فهي يعني صفت معايا ما يقارب من نص كيلو او نص كيلو وشويه. تمام. السمنه يا جماعه طلعت مرمله جدا جدا، وعلى فكره سبب من اسباب ان السمنه بتطلع مرمله هو الملح بيخلي السمنه حلوه جدا. فبس برضو يعني ما تحطوش ملح كتير، علشان المرته لو انتوا هتاكلوها مثلا بالعيش هتغمسوا بيها مثلا ما تبقاش حادقه عليكم قوي. تمام. انا قلت لكم سبب ان انا حطيت ملح كتير علشان هستخدم المرته في المش، طبعا المش بيبقى حادق. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وكمان ما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم في التعليقات، ولو حد عنده اي سؤال او استفسار يقول لي وان شاء الله هرد عليه وهتواصل معاكم. ودي المرته بقى طبعا اللي انا طلعتها من الجبنه زي ما انتم شايفينها ناعمه جدا، وهقول لكم الفرق بين المرته الناعمه والخشنه. المرته يا جماعه طلعت ناعمه بسبب ان انا كنت باخد وش اللبن الرايب، لكن اللبن لما يكون مغلي المرته والوش بتاعه بيخلي المرته خشنه. هو ده الفرق بينهم. اللبن الرايب اللي هي قشطه اللبن الرايب بتخليها ناعمه.